السلام عليكم. اليوم مع ام واد ان شاء الله راح نديرو كيكه، يعني نعتبرها انا تحليه ماشي كيكه، وهي كيكه الشاموا. تجي بزاف بنينه هاد الكيكه، نتمنى يعني تعجبكم. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج 2 حبات تاع البيض، الطبقه الاولى يعني 2 حبات تاع البيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، كاس فرينه، مغرف كبيره تاع الكاكاو مر، وواحده خميره الحلوه وزنها 10 غرام، والكاس يرفد 240 مليلتر. هبدا باش نعرفوا. نبداو بطريقه التحضير مباشره. ندير البيض تاعي، يعني طريقه سهله. ندير السكر، الزيت، يعني عودتكم على طريقتي في الخدمه، الحليب. اذا نخلط الكل مليح. من بعد نزيد عليهم الكاكاو. من الاحسن دائما الكاكاو نغربلوه، كما نعرفوا دائما يجوا فيه الحبيبات. وما نديروش لافاني لانه الكاكاو يعتبر هو منكه، يعني منكه قوي. دائما ننصحكم الكاكاو تشيلو تاع الميزان، وخيروا النوع هذا اللي بني ماشي الاسود. الاسود والله غير ما يخرجلكمش الكيكه تاعكم شابين، يعني يخرج كحل. ودائما الكاكاو كيكون شباب كي تشميه تصبي فيه ريحه طيبه. هذاك هو الكاكاو اللي تستعمليه. نزيدو الكاس تاع الفرينه وواحده خميره الحلوه، ونخلط الكل حتى ينسجموا مع بعض سوا. يعني هذه هي الطبقه الاولى تاع التحليه تاعنا ولا الكيكه. يعني انا الحاجه البارده كلها نعتبرها تحليه. اذا ها هو الخليط تاعنا، شوفوا كيفاش يجينا. الاخوات دائما يحبوا المقادير مضبوطه. هنا حكم تامل 26 سنتيم، ها هو امامكم. درت له الزيت والفرينه. دائما نبدا باش نحسنوا رواحنا ونفرغ الخليط الكيك تاعي. وراني شعلت الفرن تاعي على 180 درجه قبل ما نبدا نخدم الكيكه تاعي، وندخلها الطيب تنشف فقط. نحوها دائما، يعني انا ننصحكم الحاجه اللي يكون فيها الكاكاو ما نخلوهاش طيب بزاف حتى تنشف، يعني ماشي شرط تحمر، المهم انها تنشف. يعني كي تدخلي فيها الموس تخرج ناشفه. ما نقدرش نعطيكم الوقت بالضبط لانه كل واحد الفرن تاعو، كل واحد واش عنده. اذا راح نطيبها حتى تبرد تماما ونخدموا الطبقه الثانيه. اذا هنا بعد ما طاب لو بسكوي تاعي، ها هو نخلوه يبرد تماما باش ندوزو للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه واش راح نحتاج فيها؟ نص ريتله تاع الحليب، كيس تاع النسكافيه ولا مغرف كبيره، يعني اللي عندها في الدار يعني البلاره. نحتاج فلان كراميل، يعني 100 غرام تاع لو فلان. قيس ريتله، حنا نديروها في نص ريتله. و10 حبات تاع لو بسكوي بيمو، شكون ما يعرفوش. وواحده تاع لا كريم فريش 200 مليلتر الخاصه بالحلويات. نبداو بطريقه التحضير مباشره. ندير الحليب، نص ريتله تاع الحليب، ندير عليها النسكافيه. هنا ذوق النسكافيه يعطيها الذوق يعني ما شاء الله. واللي ما يحبش ذوق القهوه يقدر يستغنى على هذه المرحله، يعني ما ديريش وهنا ندير الفلان ذوق كراميل، ونديرو فوق النار حتى يغلي. اذا نحطو فوق النار حتى يغلي لنا تماما ونرجع لكم فيما بعد. اذا هنا راه فوق النار حتى يغلي ويفيض باش نطفي عليه ونرجعوا نكملوا المراحل تاع الكيكه تاعنا. بعد ما غلى لو فلون تاعي نحكم هذاك الكابو تاعي اللي هما 10 حبات تاع لو بيمو، ندير عليهم علبه تاع لا كريم فريش الخاصه بالحلويات اللي هي 200 مليلتر، يعني حوالي كاس. هنا اللي ما عندهاش تقدر تستعمل فروماج ريجيم
2 علب. هنا واش ندير، نفرغ عليهم هذاك لو فلون سخون، هذاك سخون نفرغوا عليهم. اذا ونخلط مليح بالميكسور، واللي عندها طاس تاع الميكسور احسن، ولا الروبو ولا واش عندك في دارك. المهم نخلطوا مليح حتى تولي عندنا الكل متجانس. اذا هنا وتخلط لنا مليح الخليط تاعنا. واش ندير، نفرغوا فوق الكيكه تاعنا، ها هي امامكم. نفرغ هذاك الخليط، وتكون يعني الكيكه تاعنا تكون بارده، ما تكونش سخونه باش ما تشربها لناش. اذا نفرغها وندخلها الثلاجه حتى تبرد تماما، حتى تجمد، باش نطبقوا الطبقه الثالثه والاخيره. اذا هنا حندخلها هنا للثلاجه تبرد، ونلتقي فيما بعد كي تجمد تماما. نلتقي فيما بعد باش نكملوا الطبقه الثالثه. اذا هنا راهي جمدت لنا الطبقه ديك اللي درتها بردت. نديروا الطبقه الاخيره. واش راح نحتاج، علبه تاع الشوكولا، وزن تاعها 90 غرام او 100 غرام، يعني حتى 100 غرام. ندوبها في حمام مائي. اذا ندوبها ونرجع لكم، حمام مائي ولا في الميكرووند ولا كما حبيتي، ونرجع لكم فيما بعد. اذا هنا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي، نزيد لها واحده كريم ديسير شوكولا، نزيدها لهذيك الشوكولا تاعنا، ونخلطهم مع بعض حتى تنسجم هذيك الشوكولا مع الكريم ديسير. كما رانا نشوفوا يعني تجي بنينه. نفرغها فوق الكيكه تاعي. هذه هي الطبقه الاخيره تاع طريقه يعني سهله بسيطه، لكن ذوق يجي ما شاء الله. اذا انا راح نمشيها مليح وندخلها الثلاجه على الاقل 4 سوايع او اكثر، يعني حتى تبرد مليح، يبردونا الطبقات ويشدوا روحهم مليح باش نقسمها، ويبقى التزيين اختياري. اذا بهذه الطريقه ندخلها تبرد في الثلاجه. اذا ها هي الكيكه تاعي بعد ما بردت مليح. نحيتها مع داك المول تاعها. من الاحسن نستعملوا مول اللي تفتح. شوفوا كيفاش جاتنا، يعني تجي ما شاء الله. انا حنخليها يعني بهذه الطريقه، لكن انا نخلي لكم المجال في التزيين، كل وحده تزين حسب الرغبه تاعها. الان راح نقسمها لكم. اذا هنا هاي بعد ما قسمت مرصو، ها هي امامكم. اذا راح نوريها لكم عن قرب. شوفوا كيفاش تجينا طبقه تاع الكيك وتاع لو فلون، هذاك يجي الذوق تاعو شباب يعني كيما لاموس، وطبقه تاع الشوكولا. انا حنزينها بالكراميل، بما انه الفلون ذوق كراميل، لهذا راح نزينوها بالكراميل. تقدروا تزيدوا مكسرات، تزيدوا فاكهه، يعني التزيين اختياري. اذا ها هي التحليه تاعنا واجده. نقسم امامكم شويه باش تشوفوا كيفاش دايره. بسم الله. اذا ها هي روعه، يعني واش نقول لكم، نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم من لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.